أحمد السقا حلف ودخل لنا بدور الراجل الشهم، وقال لك أنا ماليش دعوة بيها وربنا يسعدها. وفي الآخر جرى وراها وضرب السواق. طب السواق ذنبه إيه؟ وضرب طليقته وشتمها ليه؟ هو لما في الأول قال لك أنا ربنا يسعدها وأنا هعيش لأولادي بس ومش هتجوز تاني، فكر إن هي لما يقول كده هترجع له. فكر إن هو هيمثل زي ما على طول بيمثل. ما يعرفش ان الست طالما بعد 26 سنة دي كده المفروض يتعمل لها حسن سير وسلوك. ده كتر خيرها انها قعدت معاك 26 سنة، وفي راجل كويس مظبوط بقى يهدد طليقته او يهاجمها في الشارع والكلام ده. لا، ما ينفعش. انت كده اثبتت لنا ان انت ضعيف. اما اللي بتقول كلام وفي الاخر بترجع فيه، دي مش حركة كويسة من أحمد السقا بصراحة. يعني دي ما فيهاش لا رجولة ولا أخلاق ولا أدب ولا أي حاجة. أمال كان عامل لنا الراجل الشهم والراجل الكويس والراجل المية مية. هو أنت فكرت نفسك لما تقول إن أنا مش هتجوز تاني وهقعد بس لتربية الأولاد هي هتحن وهترجع لك؟ أنت كنت مفكر كده؟ لا يا باشا، ده أنت كده لسه خبرتك قليلة في الحياة مع النسوين. وما تنسوش الاشتراك وادعمونا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم.